السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الملك بن مروان ونابش القبور. اسمعوا هذه القصة التي دارت بين عبد الملك بن مروان وأحد الشباب الذي كان يعمل نابشا للقبور، ودعونا نتعرف على هذه الأمور العجيبة التي رآها هذا الشاب أثناء قيامه بنبش القبور. قال عبد الملك بن مروان أن شابا جاء إليه باكيا حزينا، فقال: يا أمير المؤمنين، إني ارتكبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: وما ذنبك؟ قال: كنت أنبش القبور وكنت أرى فيها أمورا عجيبة. قال: وما رأيت؟ قال: يا أمير المؤمنين، نبشت قبرا فرأيت صاحبه قد حول وجهه عن القبلة، فخفت منه وأردت الخروج، وإذا بقائل يقول في القبر: ألا تسأل عن الميت لماذا حول وجهه عن القبلة؟ فقلت: لماذا حول؟ قال: لأنه كان مستخفا بالصلاة، هذا جزاء مثله. ثم نبشت قبرا آخر فرأيت صاحبه قد حول خنزيرا وقد شد بالسلاسل والأغلال في عنقه، فخفت منه وأردت الخروج، وإذا بقائل يقول لي: ألا تسأل عن عمله ولماذا يعذب؟ فقلت: ولماذا؟ فقال: كان يشرب الخمر في الدنيا ومات من غير توبة. والثالث: يا أمير المؤمنين، نبشت قبرا فوجدت صاحبه قد شد بالأرض بأوتار من نار وأخرج لسانه من قفاه، فخفت ورجعت وأردت الخروج، فنوديت: ألا تسأل عن حاله لماذا ابتلي؟ فقلت: لماذا؟ فقال: كان لا يتحرز من البول وكان ينقل الحديث بين الناس، فهذا جزاء مثله. وأما الرابع: نبشت قبرا فوجدت صاحبه قد اشتعل نارا، فخفت منه وأردت الخروج، فقيل: ألا تسأل عنه وعن حاله؟ فقلت: وما حاله؟ فقال: كان تاركا للصلاة. أما الخامس: يا أمير المؤمنين، نبشت قبرا فرأيته قد وسع على الميت مد البصر وفيه نور ساطع، والميت نائم على سرير وقد أشرق نوره وعليه ثياب حسنة، فأخذتني منه هيبة وأردت الخروج، فقيل لي: هلا تسأل عن حاله ولماذا أكرم بهذه الكرامة؟ فقلت: ولماذا أكرم؟ فقيل لي: لأنه كان شابا طائعا نشأ في طاعة الله عز وجل وعبادته. فقال عبد الملك عند ذلك: إن في هذا لعبرة للعاصين وبشارة للطائعين، فالواجب على المبتلي بهذه المعائب المبادرة إلى التوبة والطاعة. جعلنا الله وإياكم من الطائعين وجنبنا أفعال الفاسقين، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.